وبيبدأ أحداث فيلمنا مع البنت الشقية أليكس، وهي بتشتغل داخل المزرعة اللي ورثتها عن أبوها هي وأمها. وبتكون أليكس بتحب المزرعة جدا وبتشرف على الحيوانات اللي فيها بنفسها، وبتتقابل مع أمها كيت اللي بتكون عايشة معاها في المزرعة بعد موت جوزها في الحرب. بعدها أليكس بتكون في طريقها لجدها، لكن بيتقابل معاها المحقق مايك وابنه أثان، وبيطمن عليها هي وأمها وبيعرفها إن أبوها كان رجل بطل حرب ولازم تبقى قوية زيه. وبنشوف بعدها الرقيب جي سي وهو بيتقابل مع القائد بتاعه وبيقول له مش هينفع تفضل داكوتا في المعسكر علشان بقت شديدة الخطورة ومش بتستجيب للتدريبات العسكرية. وبيحاول جي سي يعرفه انه وعد صديقه كلاي يحافظ على داكوتا، لكن بيرفض القائد ومش بيوافق وطلب منه يستلمها. وبيروح جي سي ياخد داكوتا، وبنعرف ان هي الكلب الخاص بصديقه كلاي اللي اتقتل في الحرب في افغانستان. وبتوصل أليكس لبيت جدها علشان تطلب منه يراجع حسابات المزرعة ويساعدها هي وامها في انقاذ المزرعة من الافلاس، برغم جدها علاقته بامها متقطعة بسبب خلافات ما بينهم. بعدها بيكون المحقق مايك مستني اخوه جاك، وبنعرف انه كمان محقق في الشرطة زي اخوه. وبيتكلم جاك مع مايك وبيعرفه انه هيبقى سعيد اول ما يشتري المزرعة بتاعة كيت وأليكس علشان المزرعة بتتعرض للافلاس. لكن مايك اخوه بيقول له سبق وعرضت عليهم لكن رفضوا ونصحوا انه يبعد عنهم علشان المشاكل. بعدها بيروح جاك يتقابل مع كيت علشان العرض اللي مقدمه ليها لبيع المزرعة، لكن كيت بترفض العرض وبتعرفه ان هي هتعرف تدبر امر المزرعة وتشغلها تاني. وأليكس بتحاول توصل مع جدها لحل ازمة المزرعة، لكن جدها بيعرفها ان الديون كتيرة ومقربين على الافلاس، وبيكون حذر امها لكن ما سمعتش كلامه. وأليكس بتطلب من جدها انه يساعدهم علشان امها مش هتطلب منه يساعدها، وان المزرعة مش هينفع تتباع علشان ابوها مدفون فيها. وبيكون الرقيب جي سي في طريقه لمزرعة كيت، لكن بيوقفه المحقق جاك وبيطلب منه الكارنيه علشان شكله غريب عن المكان، وبيعرفه ان البلد مش بتحب الكلاب وبيبعدهم عن القرية. ولما بيوصل جي سي للمزرعة كيت بتبقى فاهمة غلط وبتعرفه انها مش هتبيع المزرعة، لكن جي سي بيفهمها انه صديق كلاي وكان بيخدم معاه في الجيش وجاي علشان يسلمهم صديقة كلاي المفضلة وهي داكوتا. وأليكس بتقول له انهم مش عاوزينها، وفي اللحظة دي بتجري داكوتا وبيروح وراها جي سي علشان يلحقها. وكيت بتكون عارفة هي داكوتا فين، وبنعرف ان داكوتا عند قبر كلاي علشان متأثرة بفراقه. لكن أليكس بتقول لهم ان هي مش عاوزة داكوتا ومحتاجة ابوها. بتمشي وهي حزينة جدا على فراقه، وبيعتذر جي سي عن اللي حصل وبيعرض على كيت المساعدة، وبتطلب منه ان هو يصلح المغسلة المعطلة داخل المزرعة. وأليكس بتروح تاخد الصندوق الخاص بوالدها وبتلبس السلسلة بتاعته، لكن مش بتبقى حابة وجود داكوتا داخل المكان. وجي سي بينتهي من تصليح الحنفية، وكيت بتكون معجبة بيه وبتعرض عليه يبات داخل الغرفة الاحتياطية الموجودة في المزرعة علشان مش هيقدر يسافر، وبيوافق جي سي. وتاني يوم بتاخد أليكسا داكوتا وبتبدأ تعرفها على الحيوانات اللي في المزرعة، وجي سي بيساعد كيت في تصليح السياج الخشبية وبيتكلم معاها عن داكوتا وانه كلاي كان بيعتمد عليها اثناء عمليات التمشيط في افغانستان. بعدها جي سي بيعلم أليكس ازاي تدرب داكوتا، لكن مش بتستجيب ليها وبتتعصب أليكس وعرفتهم ان هي مش عايزاها. وجي سي عرض عليهم تفضل في المزرعة وهيدفع ثمن الاكل بتاعها. وبترجع تاني أليكس تحاول مرة تانية مع داكوتا، وبالفعل بتستجيب ليها وبيقضوا مع بعض وقت ممتع. وبعدها بتروح لجدها وبتعرفه على داكوتا وبتاخدها تتمشى معاها في القرية، وبتتقابل مع المحقق مايك وابنه أثان. وفي نفس الوقت جاك بيكون واقف بعيد وشايف كل اللي بيحصل، وبيروح جاك للمزرعة وبيتكلم مع جي سي وبيلاحظ ان داكوتا بتحفر في الارض. وأليكس بتلاقي صخرة غريبة وبيفضل مركز معاها وبيسيبهم ويمشي. وبتروح أليكس تقضي وقت مع جدها وتلعب معاه. وفي نفس الوقت بتوصل رسالة لكيت بوجود حريق في الاشجار، وبتلاحظ أليكس عربية المطافي. واول ما بيوصلوا للمكان مش بيكون في حريق وبيكون في قط متعلق فوق الشجرة، وبتحاول كيت تنقذها لكنها بتقع على الارض، وداكوتا بتقدر هي اللي تنقذ القط. وأليكس بتكون مبسوطة باللي عملته داكوتا، وبيستغل جد أليكس الموضوع وبيروح يعتذر لكيت ويصالحها. وداكوتا وهي نايمة مع أليكس بتفتكر اللي حصل مع صديقها كلاي لما كان في أفغانستان وانفجرت القنبلة فيه ومات، وبتبقى متأثرة جدا. وبتخرج تروح لمكان شغل كيت وبتفضل تتفرج على صور كلاي وهي متأثرة، لكن بتسمع داكوتا صوت وبيكون في شخص داخل المكان. وأول ما بيشوف داكوتا بيخاف ويجري. بعدها بيروح المحقق مايك ويبحث في المكان، لكن مش بيلاقي أي حاجة مفقودة. ودخول الشخص الحرامي كان لهدف تاني. وتاني يوم بيكون في مؤتمر ديني داخل القرية، لكن بتلاحظ داكوتا بوجود شخص قريب منهم، وبنعرف انه جاك، وهو بيحاول يستدرك داكوتا علشان يسيطر عليها. لكن داكوتا بسبب مهاراتها في التدريبات العسكرية بتقدر تهرب منهم بكل سهولة. وجاك بيعرف رجالته هيفضل وراها لحد ما يقدر يتخلص منها. وبترجع داكوتا مكان المؤتمر وبتفضل في انتظارهم لحد ما بيخرجوا. بعدها جي سي بيكون مع كيت علشان يساعدها في شغلها، وبيحاول يعترف ليها بحاجة بخصوص داكوتا، لكن
لكن بتيجي مكالمة فجأة لكيت بوجود حريق، وبتعرف أليكس إنها تفضل مع داكوتا، وبتطلب من جي سي يروح معاها علشان يساعدها. وأليكس مش بتسمع كلام أمها وبتركب العربية هي وداكوتا. وأول ما بيوصلوا لمكان الحريق بتعرفها واحدة بإن أمها لسه داخلة البيت، وبتحاول تقرب كيت من الباب علشان تدخل تنقذها، لكن بيحصل انفجار بيمنع دخولها. في اللحظة دي بتدخل داكوتا علشان تدور على مكانها، وبتدخل معاها كيت وبيقدروا ينقذوها. وأليكس بتكون فخورة بأمها عن اللي عملته، وداكوتا بتسمع صوت وبتبدأ تتنبه ليه وتبحث عن مصدره. وفي نفس الوقت المحقق جاك بيروح يتكلم مع كيت وجي سي وبيحاول يشغلهم عن حاجة، وبالفعل بنعرف ان رجالته قدروا يسيطروا على داكوتا وخطفوها. وبتعرف أليكس أمها بفقدان داكوتا ومش موجودة، وبتفضل تستناها لكن مش بترجع، وبتبقى حزينة عليها وان هي مش هترجع تاني زي والدها. لكن أمها بتطمنها وبتعرفها ان هي هترجع تاني. وبيخرج جي سي يتكلم مع كيت ويطمن على أليكس ويعرفها ان القاعدة اتصلت بيه وطلبت منه يرجع تاني. لكن قبل ما بيمشي بيكمل ليها القصة اللي كان بيحكيها لها وقت الحريق، وبيعرفها ان هو وصديقه كلاي المتمردين في افغانستان قدروا يوصلوا ليهم وكانوا كلهم شبه مصابين. وفي اللحظة دي داكوتا كانت مع كلاي وطلب منها ان هي تنقذ جي سي صديقه وتسيبه هو في الحرب، وبيبقى عنده احساس بالذنب بسبب فقدانهم لكلاي وانهم محتاجينه. لكن كيت بتطمنه وبتعرفه ان كلاي اخذ القرار المناسب وان هو نفذ وعد صديقه وموجود معاهم مكان كلاي وبيساعدهم. تاني يوم بتنشر أليكس صور باختفاء داكوتا، وأسان ابن مايك بيشوف الصور وبيعرف الخبر وبيروح يتقابل مع أليكس وبيعرفها ان عمه جاك هو اللي خطف داكوتا وموجودة داخل السجن، وبيديها المفاتيح وسماعة علشان تروح تحررها قبل ما عمه ياخدها ويوديها الملجأ. وبتدخل أليكس علشان تاخدها، لكن بيعرفها أثان بوصول عمه وأبوه للقسم وطلب منها تهرب بسرعة. لكن قبل ما تهرب بيشوفها مايك، لكن بيساعدها ان هي تاخد داكوتا وتمشي قبل ما جاك يمسكها. وبيتعصب جدا جاك على اخوه بسبب اللي حصل، وأليكس وأثان بيكونوا مبسوطين علشان قدروا يحرروا داكوتا. لكن بيقول لها أثان انه لاحظ حاجة غريبة في بيت عمه، وهو وجود مخطط بخصوص طبقات الارض وخريطة للبلد كلها وبيكون فيها علامة على المزرعة بتاعتهم. وبتشكره أليكس على مساعدته وبتمشي. واول ما بترجع للبيت بتلاقي جي سي بيستعد علشان يرجع للقاعدة، وطلب منهم يحافظوا على داكوتا وبيودعهم وبيمشي. وجاك بيكون بيراقبه، واول ما بيعرف ان جي سي خرج من المدينة بيرجع يتقابل مع اخوه مايك وبيعرفه سر خطير، وهي ان المزرعة الخاصة بكيت فيها صخور من الالماس، علشان كده عاوز يسيطر عليها. وبيحاول يفهمه مايك بان المزرعة وكل اللي فيها حتى لو ماس فهو قانوني ملك ليهم قانونا وما يقدرش يأذيهم. لكن بيطلب جاك منه يبعد عن الموضوع وملوش علاقة. وبنشوف أليكس وهي داخلة أوضة قديمة وبتدور على ملف وبتلاقي فيه ورقة مرسومة بعلامة المكان. وفي نفس الوقت جاك بيهدد كيت بحجز البنك على المزرعة يا إما تبيعها ليه، وبتستغرب كيت من السبب بتمسكه بالمزرعة والاعتداء على ملكيتهم. وبتحاول أليكس تعرض عليه الأوراق وبتسأل عن علاقته بيها وإنه يشتري المزرعة، لكن مش بيهتم لكلامها وبيسيبهم ويمشي. وبتلاحظ أليكس وأمها وهي متضايقة من كلام جاك، وطلبت منها تستخدم الفلوس الخاصة بتأمين أبوها وتدفعها للبنك علشان ما يحجزش عليها. لكن كيت بترفض وبتعرفها إن الفلوس دي ليها وكانت رغبة أبوها علشان تكمل عالمها وحياتها. لكن بترفض أليكس وبتعرفها إن حلمها وطموحها هي المزرعة، وبتسيبها وبتروح تتصل بجي سي وبتطلب منه يرجع ضروري علشان هم محتاجين ليه. بعدها بتلاحظ كيت إن بنتها أليكس مش موجودة وبتبدأ تدور عليها لكن مش بتلاقيها، فبتقرر تتصل بجدها مونتي وبتعرفه بإن أليكس مفقودة. وبيروح مونتي للمحقق جاك وبيسأله عن أليكس، لكن بيقول له إنه ما يعرفش عنها حاجة. لكن مونتي مش بيبقى مصدقه ومتأكد إنه خطف أليكس علشان ياخد المزرعة وبيحاول يضربه، لكن بسبب تعبه بيفقد مونتي الوعي وبيغمى عليه. وبتحاول كيت تلاقي بنتها بمساعدة المحقق مايك. وفي نفس الوقت بنشوف أليكس مع داكوتا داخل المزرعة في رحلة ومش بتكون مخطوفة. بعدها بيروح المحقق جاك يزور مونتي وبيعرفهم انه كلف فريق بحث كامل علشان يلاقوا أليكس، وبيحاول يعرض على كيت نسبة اكتر علشان توقع على بيع المزرعة. وبيطلب منها مونتي ان هي ما تسمعش كلامه وتسلمه المزرعة، وبتكون مترددة كيت. وقبل ما بتمضي بيوصل جي سي وبيطلب منها ترفض وبتوافق كيت، وبتبقى مبسوطة انه رجع تاني. وبتعرفه ان أليكس وداكوتا مفقودين، لكنه طمنها وعرفها انها مع داكوتا تبقى في امان. في نفس الوقت أليكس بتكون قربت توصل للمكان اللي مرسوم على الخريطة، وجاك بيدخل المزرعة وبيكون معاه بنزين علشان يولع في المزرعة بالكامل، وبيولع في كشك صغير من المزرعة وبيهرب. وكيت وهي بتحاول تدور على بنتها مع جي سي بيجيلها مكالمة وبتتصدم لما بتعرف بالحريقة اللي داخل المزرعة. وقتها أليكس بتلاقي حجر الماس داخل حفرة وصندوق صغير في ورقة مكتوب عليها من أبوها. أول ما أليكس ما هتلاقي الصندوق هتكون وصلت لشيء مميز وهو الكنز. وبيروح أثان يعرف أليكس
حرق المزرعة علشان ترجع، وهي في الطريق بتشوف جاك وهو معاه جيركن بنزين وبتعرف ان هو اللي حرق المزرعة، وبتطلب من داكوتا يمسكه، وبيشك فيها اخوه مايك وبيلاحظ البنزين داخل المزرعة كلها، وبيرمي جاك الكبريت على البنزين علشان يولع في المزرعة كلها، لكن داكوتا بتقدر توقف النار اول ما بتحفر في الارض. وبيعتقل مايك اخوه جاك، وبيبقوا فخورين بداكوتا وانها انقذت المزرعة، وبيعرفهم المحقق مايك بان المزرعة فيها ماس وان ده من حقهم، وبيعيشوا في المزرعة بسلام. وبكده بيكون فيلمنا خلص، وما تنساش تزورنا في القناة هتلاقي ملخصات هتعجبك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ولو في فيلم عاوزني ألخصه اكتبه في التعليقات. سلام.